الربع الخالي بقعة مجهولة لا أحد يجرؤ على اقتحامها سابقا، تعتبر أحد أقسى الصحاري وواحدة من أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض. أكبر صحراء رملية متصلة بالعالم، تقع في السعودية وتحديدا في الجنوب الشرقي منها. تكونت عبر ملايين السنين إثر زحف الرمال بسبب سلوك واتجاه الرياح وانحسار المياه في الجزيرة العربية. سبب تسمية الربع الخالي يعود إلى العرب القدامى، أطلقوها الاسم بسبب خلوها نسبيا من الحياة البشرية والحيوانية والنباتية في معظم أجزائها، وهذا قد يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة العالية في الصيف إلى 80 درجة مئوية تحت أشعة الشمس. أما في الظل تصل أحيانا إلى فوق 60 درجة مئوية، وتسمى عند أهل المنطقة بالرملة لأنها كثيرة الرمال. تبلغ مساحة الربع الخالي إلى أكثر من 650 ألف كيلومتر مربع بطول 1200 وعرض 640 كيلومتر تقريبا. يبلغ أقصى ارتفاع لأعلى كثيب رملي في الربع الخالي إلى 223 متر عن سطح الأرض. وهنا يظهر في الصورة مقارنة بينه وبين برج الفيصلية في السعودية. وعلى الرغم من بيئة الربع الخالي القاسية إلا أنه يزخر بالكثير من الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن المشعة والرمال الزجاجية والطاقة الشمسية، وأصبح وجهة سياحية شهيرة في السنوات الأخيرة بسبب سهولة التنقل من خلال شبكة طرق الردميات اللي يصل طولها إلى 22 ألف كيلومتر. وهذا لا يعني خلوها من المصاعب والمخاطر. سبحان الله، شوفوا هالمنظر وكأنه في الفضاء. هذا أحد أحدث التغيرات الجديدة في الأرض، نبع مياه كبريتية حديث حصل في الربع الخالي في السعودية. نبع قبل 4 سنوات تقريبا. عدد اللي وقفوا عليه وشاهدوه حتى الآن لا يتجاوز 30 شخص بالعالم. احنا نعتبر ثاني مجموعة وقفوا عليه وشاهدوه على أرض الواقع. الرحمن بينزل، بسم الله. انتبهوا انتبهوا. عجيب، هذه العين الكبريتية في الربع الخالي هي تطلعك الحين. لا إله إلا الله. أبو عبد الرحمن الخريني يخوض تجربة الغوص أو النزول في العين الكبريتية الجديدة. واحد يضغطني عجيب. يضغطوني بعد. اوف 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 بعد يضغطوني. اوف اوف. ورجل الربع الخالي قاعد ابو عبد الله خلاص نازله كمله. سبحان الله، لا اله الا الله. شوفوا عمقها. يا سبحان الله يعطيك العافية أبو عبد الرحمن، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هذا وشو طين؟ هذا جهاز قياس درجة الحرارة. كم أبو عبد الله وصلها الحين؟ 33. لكن قبل كذا سجلت أعلى من كذا صح؟ قبل شهر كانت أسخن من كذا. شوفوا لون التربة، سبحان الله. شوف كيف، حط يدك تشفط. عجيب والله الكهرباء. شوف 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 شوفوا كيف، سبحان الله. شوفوا آثاره هنا كأنك في كوكب آخر. سبحان الله، يمشي حتى يدخل معها الفتحة دي. هذه نهايته يا أبو عبد الله. لا إله إلا الله. شلون يطلع من باطن الأرض ويرجع إلى باطن الأرض. هذا شكله. اللي مع جركة يجيب الغرب. جوهرة الربع الخالي أم الحيش، بحيرات وسط قلب صحراء الربع الخالي، مياه كبريتية ومالحة تكونت وسط كثبان رملية تنمو على ضفافها شجيرات الحلفة وبعض النباتات الأخرى. تعتبر أحد أجمل الأماكن فيه. حينما تشاهدها تشعرك بوجود حياة وسط صحراء قاحلة. نبعت منها العين الكبريتية الحارة اللي تشاهدونها أمامكم. سبحان الله، شوفوا كيف تتفجر من الأرض بشكل مستمر على مدار العام. وهذا شكل العين وموقعها في البحيرة. وأحلى سباحة في بحيرات الربع الخالي. ما شاء الله،
شوف هذه النباتات المحيطة بالبحيرة، يصدق هالمنظر هذا داخل الربع الخالي. سبحان الله. شوف تدخل النفود تقول ما في شيء، لكن بحيرات على مدار العام. الشباب ياخذون لقطات تذكارية في هالبحيرة. وهنا كورنيش البحيرة على الضفة الأخرى، موية مالحة مالحة كأنها موية بحر. شوفوا شكل الطحالب اللي داخل، لا إله إلا الله. عجائب الربع الخالي. شوف شكلها تحت الماء. أقرب طريق زفلت للبحيرة يبعد تقريبا أكثر من 400 كيلو، تستطيع الوصول لها من خلال الردميات اللي تمر بالقرب منها، ويفضل يكون المبيت في مكان آخر بعيد عن البحيرة حتى ما تتأذى من الحشرات. الكثبان النجمية في الربع الخالي، وتسمى عند أهل المنطقة القعدة، ومجموعها القعد، وهي كثبان رملية شاهقة متفرقة في أرض صبخة مسطحة، البعض منها على شكل نجوم حينما تشاهد من الأعلى، لكن الكثير يمر من جانبها وما يشعر أنها أشكال جمالية ترسم جمال نجوم السماء على كوكب الأرض. من الملاحظ اختلاف ألوان التربة في الربع الخالي. هذه صورة تجمع ألوان التربة في أجزاء المنطقة، 12 لون من الرمال وقد تكون أكثر، كل منها يحوي على خصائص معينة. يقال إن الرمال الحمراء تحتوي على أكسيد الحديد، نشأت من تفكك الصخور الرسوبية في مناطق شمال السعودية جهة العلا تقريبا، كذلك الرسوبيات في المنطقة الوسطى اللي انتقلت إلى الربع الخالي بسبب اتجاه الرياح عبر آلاف السنين. أما الرمال البيضاء فهي من ساحل الخليج العربي، تمتد من حدود حفر باطن